هل في تعارض ان انا اعمل مجموعة احجار مع بعضها؟ اكيد لا. طب انا عاوز اوفر واعمل بريسلت فيه مجموعة احجار كتيرة والبسها وفي نفس الوقت الشكل يكون كويس جدا. يلا بينا نشوف اول قطعة ونشوف مواصفاتها. والاحجار فيها شفافة وليها تقطيعة كده زي خلايا النحل او عش النحل. الاحجار اللي فيها جاسبر وكلير كوارتز متكررة كتير وسموك كوارتز واحجار متنوعة زي الاماتيست وزي الكالاسايد الكبدي وكمان الجرين افنتورين المشهور بالجاد. وحجر الجاد غالي جدا 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 وشكلها تحفة، تلبسها تحفة. ضمان سرايا عابدين على الفضة. والاحجار طبعا دي احجار بس وبوزن 27 جرام ونص، سعرها 750 جنيه. القطعة التانية اكبر لو عاوزة تستفيدي اكتر من الاحجار ومقاس اكبر وتقطيع فاسيت جميل جدا. تقطيع المجوهرات للاحجار فيها التايجر اي، الروز كوارتز، الكلير كوارتز، الاماتيست برضو، الكالاسايد الكبدي والجرين افنتورين. مجموعة كلها متكررة في البريسلت علشان تستفيدي بأكبر كم من الأحجار وشكلها تحفة. طب ممكن أشوف الفرق بين الاتنين في الحجم وفي الشكل؟ أوكي، دي كمان قبل ما ننسى بوزن 52 جرام بسعر 1100 جنيه. يعني غالبا الجرام ب20 جنيه في حجر طبيعي. دي حاجة عظيمة قوي وتحفة. الفرق بين الاتنين في الحجم وفي تقطيعة الحجر وفي تشكيل الحجر، مش بس الفاسد او التقطيعة. الفاسد الشكل اللي زي المجوهرات بالظبط. الاتنين تحفة. 750 جنيه و1100 جنيه تقدري تختار الشكل اللي يناسبك ومفيش اي تعارض تام ان احنا نركب اكتر من حجر مع بعض. واشوفكم دايما على خير.